السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم سهلة وسريعة اللي هي قوارب البطاطا المحشية باللحمة مع الصلصة بالفرن. وصفة سهلة وسريعة، مكوناتها بسيطة. قبل ما نبلش لا تنسوا تصلوا على النبي ولا تنسونا باللايك والاشتراك. بنحتاج بالأول البطاطا غسلتها كثير منيح وأزلت القشرة الخارجية. طبعا استخدموا أي حجم بطاطا متوفر عندكم. البطاطا اللي حجمها صغير خليتها مثل ما هي، ما قسمتها، وباستخدام ملعقة صغيرة فرغتها من الداخل بهاي الطريقة. البطاطا جهزت بعد ما فرغتها من الداخل، شكلها مثل هيك. البطاطا اللي حجمها كبير قسمتها من النص باستخدام ملعقة صغيرة فرغتها من الداخل. طبعا حاولوا تخلوا كل الحبات نفس السماكة. هيك البطاطا صارت جاهزة. طبعا أنا عاملة كمية أكبر وخليتها دول مشان التصوير. بعد هيك غسلتهم بمي ونقعتهم لوقت القلي. لب البطاطا لا تكبوه، بإمكانكم تعملوا فيه متبل بإنكم تسلقوها وبعد هيك تخلطوها بالخلاط وتضيفوا عليها الملح، أو ممكن تقطعوها صغير وتحمصوها مع البصل وتستخدموها للحشوات المعجنات. وقت القلي صفيت البطاطا كثير منيح من المي وجففتها ونزلتها بالزيت الساخن لحتى تاخذ لون. طبعا بإمكانكم تستخدموا الفرن، بإنكم تدهنوا البطاطا بقليل من الزيت وتضعوها على الحرارة 200 لمدة ربع ساعة لا تاخذ لون. بعد ما أخذت لون صفيتها من الزيت على ورق الفاين وضعتها بصينية الخبز. لنحضر الحشوة في مقلاة ساخنة. ضفت اللحم المفرومة، أنا ضعفت كمية المقادير طبعا اللي بالفيديو. حركتهم مع بعض وتركت اللحمة لحتى تخرج السوائل الموجودة فيها مع التحريك من وقت لآخر. هيك اللحمة صارت جاهزة. ضفت عليها زيت زيتون والبصل المفروم ناعم. حركتهم مع بعض وتركت البصل لحتى ياخذ لون خفيف. البصل هيك صار جاهز. ضفت عليهم الفليفلة مقطعة مكعبات، وضفت عليهم الثومة مهروسة. بعد هيك ضفت الصلصة معجون البندورة، حركتهم كثير منيح مع بعض، تركتهم ثواني. وبعد هيك ضفت عليهم بندورة مقطعة مكعبات، طبعا بعد ما أزلت القشرة الخارجية، وضفت عليهم ملح وبابريكا وكمون وفلفل أسود طبعا حسب الرغبة. حركتهم مع بعض وبعد هيك غطيت عليهم وتركتهم تقريبا 6 دقائق بتكون جاهزة. هيك شكلها بعد ما جهزت. رفعتهم من على النار وتركتهم لحتى يبردوا قليلا. بعد ما تبرد قليلا بضيف البقدونس المفروم ناعم. الخليط السائل اللي هو عبارة عن مي ومعجون بندورة ورشة ملح. ضفت هنا مي وضفت عليه معجون بندورة ورشة ملح، حركتهم مع بعض وبكون جاهز. طبعا هون أنا مضاعف الكمية عن المقادير الموجودة بالأول، مكتوب بأول الفيديو. حركته مع بعض وهيك بكون جاهز. رح أتركه على جنب. البطاطا بعد ما قليناها وضعناها بصينية الخبز. بعد هيك رح أضيف عليها رشة ملح، وضفت البقدونس طبعا المفروم على الحشوة بعد ما بردت. وبعد هيك ملأت حبات البطاطا بحشوة اللحمة. زينتها بالبندورة الكرزية، أو ممكن تستخدموا شرائح البندورة المتوفر عندكم. ممكن تضيفوا شرائح من الفلفل الأخضر الحار. بالنهاية ضفت خليط المي مع الصلصة وغلفت الصينية بورق الزبدة وبعد هيك بورق القصدير، ووضعتهم بالفرن على حرارة 190 تقريبا لمدة 30 دقيقة. بعد هاي المدة أزلت ورق الزبدة والقصدير وتركتهم ليتحمروا لمدة 10 دقائق. وهيك قوارب البطاطا باللحمة والصلصة صاروا جاهزين. بإمكانكم تقدموا بجانبها أرز مع الشعرية اللي هو الأرز اللبناني. سبق ونزلت فيديو لطريقة تحضيره، رابط الفيديو موجود بصندوق الوصف. نهاية الفيديو. بتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات.